مساء الخير عاملين ايه؟ بصوا النهاردة عملت تتبيلة للفراخ حلوة جدا جدا هتعجبكوا قوي. انا هنا جبت طماطمية بشرتها وبشرت بصلاية حطيت عليهم حبة ملح بس زودت الملح شوية عشان الفراخ يطلع لحمها مملح. حطيت عليها معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر وحطيت حوالي نص معلقة من بهارات الفراخ. بهارات الفراخ دي أنا اللي كنت عاملاها، هحطلكوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف. حلوة جدا وهتعجبكم. خدت التتبيلة ورحت جاية مقلباها كويس كده في بعض، وجبت الفراخ هنا شرحتها كده زي ما انتوا شايفين. طبعا كنت غسلاها كويس ومخليها زي الفل ونقعاها. هبدأ بقى ان انا اتبل الفراخ بالتتبيلة ديت وادخل الفراخ على يعني الحشوة على قد ما اقدر في لحم الفراخ. هزود بس الملح شوية عشان انا حسيت ان الملح كان قليل. هاجي بقى عند الورك برضو هشرحه كده زي ما عملت، وهبدأ ان انا ادخل التتبيلة في الفتحات اللي انا عملتها في الورك، وهدخل التتبيلة تحت الجلد كمان بتاع الفرخ علشان الفراخ كلها تاخد من طعم التتبيلة. هعمل كده برضو في الباقي. انا هنا ما عملتش الفرخة كلها، انا عملت 3 حتت بس يعني على عددنا. تمام. وعملت التتبيلة طبعا زودتها شوية علشان ايه، انا مش هضيف لها مية ولا هضيف لها اي حاجة. فالفراخ لما تنزل ميتها في التتبيلة الياما ديت كلها تشرب من المية بتاعتها من التتبيلة كل حاجة. هبدأ ان انا احط بقى الاضافات بتاعة الفراخ دي معاها واحطها على النار على درجة حرارة عالية، يعني تبقى النار عالية عليها على البوتاجاز. وبعد كده اول ما تبدأ تغلي هوطي عليها خالص وهي هتستوى وهتنزل ميتها، ومش هحتاج ان انا اضيف لها مية او مواد دهنية او اي حاجة، هي تستوي منها فيها كده. هاجي بقى للرز. هنا عملت رز بالشعرية بسيط كده. حمرت الشعرية كويس في حتة سمنة، حطيت حتة سمنة من اللي انا كنت مسيحاها معاكم. وحطيت عليها حبة زيت صغيرين طبعا عشان يدي للرز لمعة. وبدأت ان انا احمر فيهم الشعرية. هنا كانت خلاص الشعرية اتحمرت وبدأت ان انا انزل عليها بالرز اشوحه فيها عشان ياخد من طعم التشويحة بتاعة الشعرية. هحط كمية الرز كلها. انا هنا بقى عملت الملوخية اللي انا كنت مفرزاها معاكم، قلت بقى ايه اعملها واوريكم برضو الملوخية الخضرا لما تتفرز وتطلع من الفريزر تتعمل تبقى عاملة ازاي. بصوا كأننا لسه جايبينها بالظبط من بره. هحط بس الملح بتاع الرز وهعمل معاكم الملوخية على طول. طبعا انا كنت مطلعه كيس الملوخية من قبلها يفك شوية علشان خاطر كان متلج قوي. بصوا هنا الفراخ بقى كان استوت، وده كانت الصوص اللي نزل من الفراخ. يعني صوص ده منها فيها كده، انا ما ضفتلهاش ميه. تمام. هصفيه كده علشان خاطر انا عايزه بس الصوص ده كده لوحده، وهقوم جايه حطاه على النار ياخد غلوه كده، وهنزل عليه بالملوخيه. بس طبعا اشوفه حادق ولا لا، عشان لو حادق هقلل منه وازود ميه عليه واسيبه يغلي علشان ايه الملوخيه متطلعش حادقه معايا. بصوا بقى شكل الملوخيه اول لما اتحطت في الحله يعني كاننا لسه عاملينها بالظبط. دي الملوخيه اللي انا كنت مفرزاها معاكم، برضه هحطلكوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف. هبدأ ان انا احط بقى هنا معلقة سمنة. وهقوم جاية بقى كنت فرمة توم وحاطة معاه كزبرة ناشفة، يعني حوالي 3 4 فصوص توم كده عليهم نص معلقة من الكزبرة الناشفة. فرمتهم كويس واحطهم في السمنة اللي انا ايه سيحتها دي على النار. وهبدأ ان انا احمر التوم لحد ما ياخد اللون الذهبي كده الحلو. وهعمل ديت الطشة بتاعت الملوخية. بصوا الملوخية ناشفة، الملوخية الخضرا ديت لما اتفرّزت كانت جميلة جدًا بجد. بُصّوا لونها كإننا لسه جايبينها كإنها طازة. حطيتها بس على النار كده على نار هادية كده تسخن كويس علشان تعمل عرق كده وتبقى طعمها حلو. تمام. هنا كان التوم خلاص بدأ إن هو يتشوّح. أول بقى ما هياخد اللون الدهبي دي هانزل بقى بيها على الملوخية الطشة الجميلة بقى كده اللي بتبقى ريحتها مفوّحة كده في البيت كله. تمام. هنا بقى نقلت بقى الحلة بتاعة الملوخية على العين التانية. بصوا الطشة عاملة ازاي وشكلها أساسا ولونها وطعمها كان تحفة. اما خدت الصوص بتاع الفراخ دوت وحطيته على الملوخية ادى للملوخية طعم حلو جدا، خلى الملوخية حلوة قوي بجد، لأن الصوص ده عبارة عن بصل وطماطم والبهارات وكل ده طبعا ادى للملوخية طعم رهيب.
بجد جربوها هيعجبكوا اوي، جربوا الطريقة دي في الملوخية. سبتها بقى كده. طبعا الملوخية أول ما بنيجي نعملها يعني ونطفي عليها خلاص ما بنغطاهاش عشان الملوخية ما تسقطش مننا. بصوا الفراخ طلعت شكلها عامل ازاي. انا خليتها اخدت سوا كامل على النار زي ما قلتلكوا، من غير مية من غير اي اضافات. تمام. وغطيت بس عليها، هي نزلت ميتها واستوت منها فيها. اول ما استوت خالص خدتها حطيتها تحت الشواية، وده كان شكلها ولونها. يا رب تكون طريقتي عجبتكم. ولو اول مرة تشوفوني اضغطوا شير ولايك وسابسكرايب لقناة سوسو في المطبخ.